وقول الحق ولو على رقبتك. ما تخافش من اي حد، ما تطيش لاي حد، ما تخافش غير من اللي خلقك، وما تطيش غير للي خلقك. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ازيكم يا أحلى وأجمل متابعين في الدنيا؟ يا رب ابعد الوباء والبلاء عن أمتنا العربية والإسلامية وعن مصرنا الجميلة يا رب العالمين. يا رب اشف كل مريض، وفك ضيقة كل متضايق، وفك كرب كل مكروب. هتتكلمي النهاردة عن ايه يا أم محمد؟ أنا هتكلم عن مواضيع عديدة على قد ما يتسع وقت الفيديو لتناول الموضوعات. بس قبل ما ادخل في اي مواضيع احب اننا ندعي لاخواتنا ان ربنا يرحم شهدائهم ويشفي مرضاهم وينصرهم على القوم الظالمين. وربنا يرحمك يا شهد وينور قبرك ويجعل قبرك روضة من رياض الجنة انت وامواتنا واموات المسلمين. وربنا يشفيك يا ام مريم ويشفي كل مريض. ربنا يشفيك يا ام نواف وترجعي لبلدك بألف سلامة يا حبيبة قلبي. ربنا يشفيك يا ام اماني ويشفي كل مريض. ربنا يطمني عنك يا عاليه انت، يا علا انت وشمريه حبيبه قلبي، واشوفكم على خير ان شاء الله. طبعا كلكم شايفين الانا والنرجسيه وحب يعني ان هي تفرض، عايزه حب لا هي موجود عندها فعلا حب الانانيه، عايزة تفرض شخصيتها على كل اللي حواليها. فدايما كانت تقول ان هي اللي عملت اسم داوود، هي لولا هي ما كانش بقى فيه اي حد من عيلة داوود على القناة، وان انا اللي عملتكم وانا والحديد انتنا والدنيا. يعني مش قادرة اقول لكم، يعني بزراميط عند ام الدواء. في لحظة كده يعني بمشي كده او بتفسح كده او بتجول في اليوتيوب، لقيت فيديو بسم الله ما شاء الله غريب وعجيب، والكومنتات اللي فيه كفيلة بان هي من حقدها ومن غلها تحقد على حلمية وتكرهها كمان. فيديو عندها يا حبايب قلبي كانت بتعمل طواجن مكرونه وهي وحلميه ومهلبيه، وحلميه معاها في الفيديو. تعالوا بقى اسرد لكم بعض، ده مش كل، يعني ده كل التعليقات كده، بعض التعليقات بس. وكانت حلميه ما عملتش قناه لسه، والناس كانت بتطالبها بايه؟ الناس المتابعين بتوعك يا ام الدواهي، في واحده بتقولك ايه؟ يا زاهية احنا بنحب حلمية تتكلم، سيبيها براحتها، ربنا يخليكي، ما تقطعيش كلامها، انت رسمية وبتخافي تتكلمي على طبيعتك، اما هي على طبيعتها في كلامها. احنا بنحبك يا طنط حلمية، ويا ريت تعملي لك قناة. دي حاجة، ده عند مين؟ عند ام الدواء في الفيديو اللي قلت لكم عليه ده. واحدة بقى بتقول لها ايه؟ احلى لايك لعيونك يا حلمية، واحنا ما زلنا عند طلبنا انك تعملي قناة، وهتكوني احسن قناة في المصداقية والطيبة والعفوية، واحنا فاقدين الكلام ده في اليوتيوب على فكرة يا حلمية. ده برضو تعليق ايه عندك في قناتك. في واحدة بقى بتقول ايه يا ولاد؟ اتوقع حلمية لو فتحت قناة هتكمل الشروط في 24 ساعة، وده بالفعل حصل يا موكوسة. ومن هنا يا ام الدواهي حسيتي بالنقص والحقد والغل وجميع الاحاسيس المنيلة بستين نيلة اللي يا رب ما فيش اي حد يحسها لاخواته ابدا ابدا ابدا. فبيقولوا لها انت بنتوقع انك تفتحي قناه، لو فتحت قناه هتكمل الشروط في 24 ساعه، وهتقبضي في اليوم التاني من غير مجامله عليها قبول. بسم الله ما شاء الله. دي فين؟ في قناه ام الدواهي، وفي الفيديو بتاعها اللي حلميه مشتركه فيه. الفيديو دي جاي مقرب من 250,000 مشاهده. في الاوقات ديت كانت زاهيه لسه ما بتجيبش
مشاهدات كتير، كان في الثلاثينات، في ال25، في ال20، في ال15، احيانا 6. الفيديو اللي كانت بتظهر فيه حلمية وامها كان بيضرب فوق في السماء يا حبايب قلبي. في واحدة تانية بتقول لها ايه، يا ست الكل يا حلمية، يا ريت تعملي قناة تحكي عن يومياتك في الغيط، انت مميزة ببساطتك وتلقائيتك وعفويتك وطيبتك، عايزينك زي ما انت كده، انت جميلة وكلنا هندعمك. كل دي فين؟ في قناة ام الدواهي، وعلى فيديو كانت عاملاه هي وحلمية. والله هتزعلي. لا، واحدة بتقول ليه والله هنزعل يا زاهية، لو والله بنزعل يا زاهية لو فيديو نزل من غير الست حلمية ام طارق ما تكون فيه. افضلوا مع بعض دايما. وده اللي قلته لك قبل كده يا ام الدواهي، لما حصلت اول مشاكلك انت واختك، قلت لك انت كان ممكن عليك الامر بانك فتحتي قناه انت واختك مشتركه، وتسيبي برضو قناتك وتبقى تظهر معاكي بعد فيديو. كنتوا في الحاله دي هترزقيها معاكي برزق، هتسترزقوا برزق ربنا انتوا الاتنين، وقناتك التانية هتمشي والحياة هتمشي. لكن انت بقى ازاي دور الانانية اشتغل في دماغك؟ ازاي حلمية بتاعت الغيطان ديتي يا اختي صحيح بس مش زي، ازاي يبقى لها حب الناس دي كله يا موكوسة؟ كنت انا بقول لك الحاجات دهيت وانت ما كنت بقول لك كل الكلام ده، وانت يا موكوسة ما كنتش مآمنة بان كل واحد له رزقه. لبنى لها رزقها، انت لك رزقك، حلمية لها رزقها، حمادة له رزقه، كل القنوات بتاعتك وبتاعت اخواتك كل واحد له رزقه، محدش بياخد رزق حد. طيب هي يعني رانيا دلوقتي، لبنى دلوقتي لما غيرت قناتها وخلتها ام زياد واولادها، يعني ما عادش فيه اسم دوتها للناس مش هتدخل لها. هي اتعرفت دلوقتي لبنى وما عادتش عايزه معرفه من حد. وبعدين بصراحه ربنا البعد عن العيله دي غنيم. عارفين يا حبايب قلبي البث ده الفيديو ده بعد ما اتعرض، النار يا ولاد، النار شالت ام الدواهي وبقت لو طالت حلميه هتاكلها بسنانها. قامت راحت عملت ايه؟ راحت صوتت في الدار للست الوالده، خلت الست طلعت منفعله وقالت يا جماعه الخير، يا جماعه الخير انا بنت جهله ما بتفهمش حاجه وما بتعرفش حاجه ولا تعرف تفتح قنوات ولا تعمل قنوات. ايه هي بنتي مش هتعرف ولا عندها تليفون ولا عندها حاجه تعمل، وبنت جهله، بنت جهله يا جماعه الخير. وقعدت تشتم على مين؟ على حلميه. في قلب بيت مين؟ في قلب بيتك يا ام الدواهي يا موكوس. يعني انت اللي بدأت الإساءة الحلمية من حتى قبل ما تفتح قناة، من قبل حتى ما تفتح قناة انت أسأتي لها.